السلام عليكم. انت عم بتدور على افضل واقوى حساسيه لجميع الاجهزه، سواء كنت بتلعب 20 او 30 فريم وعندك مشكله ضياع ايم وانتشار طلق، بدك حساسيه جيروسكوب بتجيب لك اللاعب على بعد 2000 متر، فالحال عندي. قبل ما اعطيك الحساسيه الاسطوريه تبعيد زيد، فخليني اعطيك نبذه عني، الناس اللي ما بتعرفني او الجديده على القناه. محسوب كون زيد من سوريا، بقدم محتوى ببجي موبايل من شروحات والى اخره. ممكن اشرح لك عن اجهزه النازله في سنه 2023، ومنها احدث الاجهزه ممكن تنزل في سنه 2024، فراح تلاقيني منتشر بكل مكان. فلايك واشتراك حتى انزل لك فيديوهات احلى من هي اللي عم تشوفها. ما راح احمد عن نفسي واقول انا متواضع وما بعرف شو، من خلال تصرفاتي بكل فيديو والتعليقات اللي بتبعتوها اللي برد عليها كلها، هذا الشيء بدل على تواضعي. سبحان الله، مو مثل باقي عالم او باقي يوتيوبر بيوصلون 20 او 30 تعليق فبشوفوا حالهم ويبطلوا يردوا عليهم. انا لا يا اخوان، قسما بالله ما عم بحمد بحالي او عم اقول لك انا كويس، لا، بس تابعني لتعرف عني اكثر من هيك، لتعرف انه محترم ولا ماني محترم. ما راح احمد عن حالي ولا راح اعمل شيء، بس من خلال متابعتك لإلي راح تعرف هذا الشيء مع الايام. يعني راح تعرف التواضع، لانه متواضعه. اي انسان او اي شخص بيقول لي يا زيد كذا كذا بالتعليقات، بقول له يا عمري ويا قلبي، واحسن التصرفات احسن المعاملات. ولكن الفيديو ما عم بيجيب فوق ال 100 لايك بصراحة، يعني على الفيديوهات الجديدة الناشرة ما عم بيجيب فوق ال 100 لايك، هي بصراحة يعني. فما بدي اكذب عليكم في فيديوهات جايبة 400 و200 و300، بس بدي 100 كمان على الفيديوهات اللي عم بنشر الجديدة. فيلا يا معلم، شو عم تستنى؟ جايب لك الحساسية المدمرة، الصاعقة المدمرة الجبارة، فيلا بستاهل يا عمي، بستاهل لايكك واشتراكك يا حلو. طيب انا حاسس حالي ما حكيت شي عن هذا الفيديو ولا عن شي نهائيا، يعني تقدمات وهيك وحاجات بس حساسية، وبعدها شوية حكي اجتماعي وهيك يعني. فخلنا بفوت بالفيديو هلا. صراحة حساسيتي بتصير اذا كنت تلعب 20 او 30 او 40 او 60 او 90 فريم، بس بشرط بدك تكون انت لاعب موبايل، مو تكون لاعب لي ايباد ولاعب لي كذا. انا هالحساسية يا اخي انا عاملها للموبايل. بتلعب ببجي موبايل بتلعب على عيني وعلى راسي، خذ الحساسية. والكود اكيد بصندوق الوصف، يعني ما راح اتسرب وروح الكود راح تلاقوه تحت بصندوق الوصف. اوكي، ما راح اقول لك الثبات اللي عندي والايم اللي عم بجيبه والثبات وما بعرف شو. يعني انت من خلال مشاهدتك للفيديو والثبات الايم اللي عم تشوفه بهي اللحظة، هلا شوف ثبات الايم اللي عم تشوفه بهي اللحظة والضربات، راح تعرف سر الثبات اللي عندي بصراحة، وانت هلا شفته كمان. يعني الثبات مو طبيعي، وحياة القرآن الثبات قسما بالله مو طبيعي. انت حتى من عيلتك داعي لك انك فت على هذا الفيديو، لانك رح تاخذ اقوى افضل ايم واقوى افضل حساسية. مرة من المرات يا اخوان كنت ناشر فيديو حوالي 3-4 ايام عن الحساسية، فاجاني تعليق بيقول لي يا زيد حساسيتك مو تمام، وحساسيتك مو كويسة وما زبطت عندي، وليش ما عم تزبط عندنا؟ وهاد بيقولي ليش ما بتزبط وهاد ليش ما بتزبط. ما يا عمري، ما انا ناشر الحساسية من 4 ايام، بجوز الحساسية كل يوم، اصلا الحساسية بدها تجديد، كل يوم الحساسية بدها تجديد، واذا اخذوها اكثر من 20 شخص فبصير بدها تجديد كود الحساسية. فهمتوا علي كيف؟ فيعني شو ذنبي اذا انت جايني بعد 4 ايام تقولي الحساسية وتمام؟ يا اخوان قسما بالله مرة واحد اللي عندي من انه كان معي تكنس بارك 10 سي، تمام؟ هذا جهاز 40 فريم بدعم كتير كويس والله العظيم. ونشرت الفيديو من زمان، يعني مش شي شهرين، باللي كود الحساسية ما عم بزبط، انت واحد نصاب. قسما بالله يا اخوان شي بضحك والله العظيم. لك ناشر فيديو من شهرين، بيجي لعندي بيقول لي يا زيد حساسيتك مو ظابطه وانت وعد نصاب. يا اخي شو ذنبي جايني من شهرين انا من اول ما فتحت القناه؟ قسما بالله يا اخوان شي بيعقد والله العظيم. الله يعطينا غير هالضحك. يلا يا حلو يا قمر يا ظريف يا مؤنق، لا تنسى اللايك والاشتراك، واللي وصل لهالدقيقة هي خلي يكتب لي تحت بصندوق الوصف زيت احبك وجنبه قلبين حمر، لا اعرف كم من شخص بيحبني لنشوف. ما بعرف انا، لنشوف هلا كم شخص راح يبعث لي هذا التعليق. فيا اخوان انا عم فكر اني اضيف على متابعين زيت، بدي اضيفهم عندي على البوبجي. يعني المتابعين عندي، الاصدقاء اللي عندي عفوا على اللعبه، بدي احذفهم كلهم وخلي بس الاصدقاء اللي بلعب معهم والمتابعين. فاللي بده يحب يلعب معي او اللي بيحب نتسلى مع بعض شويه جوا باللعبه، راح حط لي ابعث لي ايديتك، ما تقول يا زيد اعطيني ايديتك، انت حط لي ايديتك تحت بصندوق الوصف، وراح تلاقي واصلك
طلب صداقة من زيد، ورح نلعب إن شاء الله مع بعض ونتسلى شوي، لأنه بصراحة ما عندي كتير على بلعب معهم، فبدي كون أصدقاء على اللعبة يكونوا حلوين وظريفين ومنقين مثلكم، لأنه ما رح ألاقي أحسن منكم. وملاحظتي أنتم مش متابعين زيد، أنتم إخوان زيد، والله العظيم، والله العظيم، ولا إني فاتح كاميرا وعم بحكي، لا أنتم إخوان زيد. فبتمنى لايك واشتراك وبس هيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في مان الله.